زين الدين زيدان، الساحر المايسترو الحريف الاسطوره، قول عليه زي ما تحب تقول. الكوره في رجله بتعزف مزيكا وبترقصها كمان. بيقولوا عليه زيزو، اصله مش متكبر وابن بلد، موهبته زي موهبه بيليه، اسطوره في نفسه وليه هيبه. فرنسي الجنسيه بس اصله عربي ودمه حامي كده زينا. طب انت تعرف ايه عن العبقري ده؟ اكيد ما تعرفش كل حاجه. طب يلا بينا نقول لك مين العبقري اللي جنن الكوره وجننا كلنا معاه. اسمه زيدان الدين اسماعيل زيدان. اتولد في 3 يونيو 1972 في حي اسمه لا كاستيلان في مارسيليا. المعروف عن الحي ده انه كله اجرام ومخدرات، حاجه كده استغفر الله العظيم، شمال الشمال يا صاحبي. بس رغم كل ده ابوه رباهم هو واخواته الاربعه تربيه كويسه جدا بعد ما اشتغل امين مستودع في مينا من المواني. اصل زيدان كان الخامس وسط اخواته، ولان زيدان كان اخر العنقود ابوه دايما كان مميزه عن اخواته. كان دايما حاسس ان الواد ده هيبقى هو اللي هيخليهم يعدوا خط الفقر ويقبوا على وش الدنيا بعد ما سابوا بلدهم وهاجروا لفرنسا. ما انا ما قلتلكش ان ابو زيدان وامه من اصل جزائري وسابوا بلدهم وخلعوا منها قبل ثوره التحرير اللي حصلت في الجزائر. زيدان لما كان عنده 5 سنين كان زيه زي اي طفل اتولد وبيحب الكوره، كان دايما بيلعب في الشوارع وعمره ما لبس جزمه في رجله. زيدان كان نفسه في يوم من الايام ينضم لمارسيليا من كتر حبه في النادي ومن حبه للعيبه اللي كان شايفهم مثله الاعلى زي جان بيبر بابان وانزو فرانشيسكولي. ابوه كان شايف ان زيدان بيحب الكوره جدا وشايف كمان ان عنده مهاره بتتطور جدا مع الوقت. علشان كده لما بقى عنده 10 سنين وداه لنادي اسمه سان هنري في الحي بتاعه. قال لك يمكن حد يكتشفه. بعد سنه ونص قعدهم في النادي شافوا مدرب اسمه روبرت سنتينيرو وعجبه جدا، علشان كده قرر يضمه لفريقه اللي كان اسمه وقتها سيبتيم. وفضل زيدان معاهم لحد ما بقى عنده 14 سنه. وقتها تم اختيار زيدان عشان يروح معاهم معسكر تدريبي لمده 3 ايام في مركز من اللي بيديروه من الاتحاد الفرنسي علشان يكتشفوا المواهب. ساعتها وقعت عليه عين لاعب سابق ومدرب اسمه جان فارود. افتكر الاسم ده كويس يا صاحبي لان ده هيبقى السبب في مسيره زيدان من اولها لاخرها. بعد ما اكتشفوا جان فارود وصى انه ينضم للنادي كان الفرنسي، وده اللي حصل بالفعل وانضم زيدان للنادي. زيدان كان دمه حامي جدا بيغير على بيته واهله وبلده زي ما تقول جواه عرق صعيدي. زيدان في اول اسبوعين في النادي ما عملش اي حاجه غير انه قاعد ينظف ويكنس ويمسح ويغسل هدومه وهدوم اصحابه، وده كله بسبب ان ضرب لاعب معاه في الفريق علشان سخر من اصله وفصله. علشان تقرر اداره النادي انها تعاقبه العقاب ده، هنا جه صاحبنا جان فارود اللي قلت لك عليه ونصحه نصيحه غيرت حياته. قال له يا زيدان يا ابني روق كده، في ناس كتيره هتتريق عليك هتطلعك عن تركيزك ويحاولوا يوقفوك، سيبك منهم، دول عاوزينك تبقى فاشل. اللي يتريق عليك امسك بيه بلاط ونجيله اصله بهدله. بس كل ده في الكوره. زيدان خد الكلام وما طلعوش من ودانه. كانت شراره البدايه يا صاحبي. زيدان خدها وطار بيها زي الصاروخ محدش قدر يوقفه. رحله زيدان كانت المفروض انها في نادي كان تبقى حوالي 6 اسابيع، بس هو قعد 4 سنين بعد ما اداره النادي مضت معاه بتوصيه من جان فارود لمدير الاكاديميه جان إيلينو. وصاه ان زيدان يسكن سكن اللعيبه ويروح يسكن معاه لانه كان شايف ان زيدان غير اللعيبه الثانيه، مجرد شخص محتاج رعايه واهتمام يحس بجو الاسره والعيله وما يحسش بالوحده، حاجه كده غيره غير باقي اللعيبه. والله كلنا محتاجين شخص في حياتنا زي جان فارود ده. روح يا شيخ الهي ربنا يكرمك. زيدان بدا اول مباراه رسميه ليه مع كانت يوم 18 مايو سنه 89 في الدوري الفرنسي ضد نادي نان. مستواه كان بيبتدي يتطور والعين كانت بدات تيجي عليه. بعدها بسنه ونص تقريبا سجل اول جول ليه كان في مرمى نانت في المباراه اللي فازوا بيها 2-1 في فبراير سنه 91. بعد الماتش ما خلص رئيس النادي عمل للعيبه حفله كبيره وادى فيها زيدان عربيه كانت اول عربيه ليه في حياته. في الموسم ده زيدان قدم ماتشات بينت قد ايه انه عنده موهبه غير عاديه مش زي اي حد في النادي. ده مش بس كده، ده ساعد كان في اول موسم ليه كامل مع الفريق انه يحقق احسن مركز ليه في تاريخه بعد ما خلص الدوري في المركز الرابع. ومش بس كده، لا ده صعدهم كمان لبطوله اوروبيه، وده في حد ذاته انجاز ما اتحققش في تاريخهم قبل كده. علشان بعد الموسم ده نادي بوردو الفرنسي يقرر انه يتعاقد مع زيدان في موسم 92 لمده 4 سنين، قدم فيهم مواسم مش طبيعيه، خلى كل العالم يبص عليه من مدربين وانديه وقعدوا يقولوا مين زيدان ده ويكتبوا عنه هنا وهناك، خصوصا بعد ما حقق كاس انتر توتو سنه 95 وخد المركز الثاني مع بوردو امام بايرن ميونخ في كاس الاتحاد الاوروبي. في نفس الموسم في الوقت اللي قضاه مع بوردو اتصاحب على شويه لعيبه جامده جدا زي ليزارزو ودوغاري، ودول طبعا في غنى عن التعريف عنهم. المضحك في السنه دي ان السير كيني ده الجليش وقتها قرر يتعاقد مع زيدان، بس رئيس النادي كان دماغه مليانه بطيخ وقال له زيدان مين؟ احنا عندنا تيم شرود على اساس ان عندهم ميسي يعني في زمانه. كمان نيوكاسل كان بيفكر يقدم له عرض ب1.2 مليون يورو علشان يضمه، لكن النادي رفض بحجه ان ما ينفعش يلعب دوري انجليزي وقتها. تقريبا الناس دي كانت بتفكر بمكان تاني غير مخها. مش مهم. الريحه الفظيعه دي
الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي. بس سنة 96 زيدان خد أحسن لاعب في الدوري الفرنسي علشان يزود العيون عليه أكتر وأكتر من أندية العالم. يوفنتوس اللي كانت واخدة دوري الأبطال وقتها قررت تضم زيدان علشان كانت شايفة فيه إن موهبته أحسن من أي حد. بعد العرض اللي يوفنتوس قدمته لزيدان وقتها زيدان ما كدبش خبر ودخل في منظومة اليوفي في السريع وحقق معاهم لقب الدوري وكاس الانتركونتيننتال سنة موسم 96-97. ده غير انه خد احسن لاعب اجنبي في الدوري الايطالي في الموسم الاول. على طول زي ما يكون زيدان داخل بيقول لهم احنا مش جايين نضيع وقت، احنا جايين نظبط الزبلايط ونعلي المسائل، ماليش دعوه يا صاحبي، هو اللي قال لهم كده. في ديسمبر 97 زيدان بيتم اختياره في تشكيله اوروبا لمواجهه تشكيله العالم. ساعتها كان في لاعيبه مرعبين جدا زي الظاهره وباتستوتا وغيرهم. زيدان ما كانش شبه حد في لعبه، كان دايما مصلحه فريقه اهم من مصلحته هو شخصيا. كان صعب وقتها تلاقي لاعب بيفضل الفرقه عن نفسه. زيدان ما كانش لاعب اناني خالص، علشان كده مدرب اليوفي كان بيلعبه تحت المهاجم لانه كان عارف انه هيصنع كتير لديل بييرو مهاجم يوفنتوس في الوقت ده. في الموسم الثاني لزيدان مع اليوفي سجل 7 اهداف في 32 مباراه. كان سبب من الاسباب الرئيسيه اللي خلت اليوفي ياخد الدوري الموسم ده علشان يحافظوا عليه للموسم الثاني على التوالي. بس مسيره زيدان في دوري الابطال مع يوفنتوس ما كانتش اجمد حاجه لانه خسر 2 نهائي ورا بعض. خسر مره ضد دورتموند قدم فيها اسوأ مبارياته، كانت وقتها سنه 97، والمره الثانيه كانت بعدها على طول سنه 98 كانت ضد ريال مدريد. وانت عارف طبعا يا صاحبي لما ريال مدريد بيصعد للنهائي محدش بيقدر عليه غير ربنا. بس سنه 98 دي كانت انجح سنه في تاريخه، كان بيطلع نار من بق وقتها. خد كاس العالم مع فرنسا وقدم مستوى مش عادي، ده غير انه خد احسن لاعب من الفيفا والكره الذهبيه وجوائز فرديه كتير. نيجي في سنه 2000 يوفنتوس حقق المركز الثاني، ده غير ان هم خرجوا بدري من دوري الابطال. وزيدان وقتها كان موقوف بسبب انه خبط لاعب هامبورج بالدماغ، تقريبا كان بيتدرب من صغره على الضرب بالدماغ. انا شفت بين رمي جيتة جيتة يا ابني الله الله عيني عيني. سنة 2001 بيريز بيضم زيدان لريال مدريد لمدة 4 مواسم علشان يبقى أغلى لاعب في العالم وقتها مقابل 77 مليون يورو على عدة أقساط، معرفش دول كانوا يعملوا كام دلوقتي. زيدان في الموسم ده حقق اللي ما حققوش مع اليوفي، وهو إن خد دوري الأبطال مع الريال ضد ليفركوزن. ده مش بس وكده، ده جاب جون لغاية حالا الدنيا كلها بتسقف له من عظمته. الجون من حلاوته زيدان نفسه ما كانش مصدق وقعد يجري لغاية خط التماس، وهو علشان يحققوا البطولة وريال مدريد يكسب دوري الأبطال في أول موسم لزيدان في عهد الجلاكتيوس الجديد اللي عمله بيريز. زيدان حقق الدوري في الموسم الثاني مع الريال وكان ليه بصمه واضحه في نص ملعب الريال مع فيجو اللي كان بيلعب جنبه وقتها. وفي سنه 2004 زيدان خد جايزه احسن لاعب في العالم، ده غير التصويت اللي صوتت ليه الجماهير انه افضل لاعب اوروبي جه في ال50 سنه اللي فاتت في استطلاع اليوبيل الذهبي للاتحاد الاوروبي. في الموسم الاخير لزيدان سجل اول هاتريك ليه كان ضد نادي اشبيليه في المباراه اللي فاز بيها ريال مدريد 4-2. نيجي في سنه 2006 قرر زيدان يختم مسيرته الكرويه مع ريال مدريد ومع الكره عامه، وجت مباراه الوداع كانت ضد فيا ريال اللي خلصت 3-3، سجل فيها هو هدف التعادل للمرنجي في المباراه دي. اللعيبه لبست تيشيرتات تذكاريه من 2001 ل 2006 تحت شعار النادي ده، غير ال 80,000 مشجع اللي حضروا في البرنابيو ورفعوا كلهم لافتات بيضاء كتبوا عليها شكرا على السحر، والله كان عندهم حق يا جماعه. وهو فعلا شكرا على السحر والعظمه اللي قدمتها لنا يا زيدان، بالذات مع نادي ريال مدريد. الواحد لما كان بيحب ينظف عينه ويتفرج على كره نظيفه كان بيروح يتفرج على زيدان فعلا في النادي ده. بس هو ده حال الدنيا يا صاحبي. خد بس هنا يا صاحبي، رايح فين؟ احنا لسه ما خلصناش. اللي فات ده كان عظمه زيدان مع الانديه، ما قلتلكش انت بقى العظمه اللي عملها مع فرنسا. ده اللي فات حماده، واللي جاي حماده ده تاني خالص. اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص. زيدان بدأ مسيرته الدولية مع فرنسا تحت 21 سنة، وكانت في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 93 وفازوا ببرونزية البطولة. سنة 94 زيدان بيشارك في أول مباراة مع منتخب فرنسا بس كان بديل ضد التشيك. المباراة وقتها خلصت 2-2 بعد ما كانت فرنسا خسرانة 2-0، وهو اللي نزل قلب الماتش عليهم وسجل هدفين التعادل. وده بالظبط لما المصلحة تجيلك وانت مش متوقعها ولا كنت مستنيها. سنة 95 إيريك كانتونا صانع ألعاب فرنسا بيتوقف بسبب حادثته الشهيرة ضد المشجع لما طار فيه مقص طاير جابه الأرض علشان يتوقف سنة كاملة وزيدان يلعب مكانه في مركز صانع الألعاب. ابتدى المشوار. كأس العالم سنة 98 كان أول مونديال يشارك فيه زيدان. ده مش بس كده، ده المونديال كمان كان على أرض فرنسا، يعني هتقدم فيه كل فنون العظمه. رغم كان لاعب مهاري وحريف والكره بتزغرط وهي في رجله، بس كان عنده عرق صعيدي كده اعوذ بالله. في المباراه دي عمك زيدان بيطرد بسبب دخله مش كويسه على فؤاد انور علشان يبقى اول لاعب فرنسي يطرد في المباراه دي. وعلشان زيدان عربي الصحافه الفرنسيه قطعت فيه وقالت عليه كلام ما احبش اقوله خالص يا صاحبي. صعدت فرنسا للدور الثاني من كاس العالم وزيدان مطرود. فازوا على باراجواي 1-0، ولما رجع زيدان فازوا على ايطاليا بركلات الجزاء علشان يصعدوا النص النهائي ويقابلوا كرواتيا، يفوزوا عليها 2-1
واحد. كل ده ولسه زيدان ما سجلش ولا جون، بس ده ما يمنعش انه كان سبب رئيسي من اسباب تاهل زيدان للنهائي فرنسا امام حامل اللقب البرازيل. في النهائي على ملعب فرنسا وكله بيتفرج علشان يحصل اللي كان زيدان وعيلته كلها مستنياه. زيدان بيسجل الهدف الاول لفرنسا من ركنيه رفعها ايمانويل بوتي على راسه بالظبط، بعدها بيسجل زيدان الهدف الثاني من الركنيه الثانيه عشان ينفجر الملعب باسم زيدان. المباراه انتهت بفوز فرنسا 3-0 بعد ما سجل بيتيه الهدف الثالث علشان تحقق فرنسا كاس العالم لاول مره في تاريخها. وبيتم اختيار زيدان كاحسن لاعب في المباراه ويصبح بطل قومي عند الفرنسيين ويتحط اسمه على قوس النصر وياخد وسام جوكر الشرف. تقول لي ايه ده؟ اقول لك معرفش هو كان اسمه كده، ملناش دعوه. شفت يا صاحبي بعد ما الصحافه كانت بتقطع فيه ولقبته بالقطه السوداء ووشه نحس على المنتخب، حالا بقى بطل العالم وكل الناس بتتكلم عنه في الدنيا. في يورو 2000 زيدان بيرجع يقدم عظمته من تاني في البطوله دي بعد ما سجل هدفين منهم واحد من فاول جامد ضد اسبانيا والتاني من رجل الجزاء ضد البرتغال علشان تحقق فرنسا البطوله ويبقى اول منتخب يحقق كاس العالم وبطوله اليورو من ايام المانيا ما كانت غربيه وشرقيه سنه 74. وفوز زيدان بافضل لاعب في البطوله بعد الاداء اللي قدمه. عشان نروح ليورو 2004 فرنسا بتبدا البطوله بقوه كبيره جدا وبتصدر مجموعتها بفوزها على انجلترا وسويسرا، بس تيجي الصعقه اللي ما انتظرناهاش. فرنسا بتودع البطوله في مفاجاه مضويه انفجرت في وشهم امام اليونان في ربع النهائي بهدف نظيف عشان يقرر زيدان وقتها يعلن اعتزاله للعب الدولي وينهي مسيرته. هتيجي انت تقول لي عمال تحكي وتقول لي انتهت مسيرته، امال كاس العالم 2006 ده ايه يا عم؟ ثانيه واحده وهقول لك يا صاحبي اتقل عليا، الكلام لسه جاي لك. قبل تصفيات كاس العالم 2006 لعيبه كتير كبار اعتزلت دوليا زي تورام وميكاليلي وليزارزو وغيرهم كتير. فرنسا في الوقت دوت ما كانتش قادره انها تتاهل وكانت رابع مجموعتها. مدرب فرنسا ريمون دومينيك راح لزيدان وقعد يتحايل عليه، قال له يا عم زيدان بنضيع، الحقنا يا وديع مش هنتاهل وهتبقى سيرتنا على كل لسان. قلب زيدان يحن ويقرر يرجع من الاعتزال. مش كده وبس، لا قدر يرجع كمان ويقنع تورام وميكاليلي يرجعوا معاه. دومينيك مدرب دقرم. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. انا عارف انك هتقول عن مدرب كده، بس خلينا نكمل. في اول مباراه ليهم قررت الديوك انها تفوز على جزر الفارو 3-0 وبدات النتائج تتحسن بعد ما كانوا في المركز الرابع تاهلوا كاول مجموعتهم في التصفيات. ديال 2006 بدايه فرنسا ما كانتش احسن حاجه، كانت بدايه بطيئه، بس تيجي المباراه الثالثه وزيدان يرجع يقدم كل انواع العظمه في الكوره، وكان الكلام ده قدام اسبانيا. بيصنع هدف لفييرا وبيسجل هو الهدف الثاني ضد اسبانيا في مباراه الدور الثاني. وفي دور ربع النهائي زيدان بيصنع هدف الفوز لهنري علشان يتخطوا بيه منتخب البرازيل. في نص النهائي زيدان بيسجل هدف الفوز ضد البرتغال علشان تصعد فرنسا للنهائي. نيجي بقى لزيدان والنهائي الاشهر في تاريخ كاس العالم. زيدان بيسجل ضربه جزاء خياليه على طريقه بانيكا في مرمى بوفون في مشهد اتقال فيه واحده من اشهر جمل كره القدم، عندما احتارت الكره بين اسطورتين فاحتسب الهدف لزيدان دون ان تهتز شباك بوفون. وتيجي اللقطه الاشهر في تاريخ كاس العالم علشان ينسى زيدان كل النصائح اللي اتقالت ليه زمان ويدي ماتيراتزي بالدماغ عشان يطرد زيدان من النهائي وتخسر فرنسا المباراه امام ايطاليا. في اليوم الثاني خد زيدان الكره الذهبيه لاحسن لاعب في البطوله وبكده تنهي مسيره زيدان في الملاعب باشهر لقطه في كاس العالم. بس مش مهم مسيره زيدان عمرها ما هتبقى على لقطه، لان صاحبنا فعلا كان يستحق الضربه دي. انا وانت واي حد لو كان مكان زيدان كان اداها له. وعموما مش دي اللقطه اللي هتغير نظره العالم لزيدان، والدليل ان فرنسا كلها وقفت بجانب زيدان لدرجه انه لما رجع منتخب فرنسا باريس كلها كانت مليانه بالجماهير بتنطق باسمه هو زيزو زيزو. ده بيدل على انه حبهم لاسطورتهم اكبر من اي كاس. واشهر الصحفيين وقتها كتبوا فرنسا كانت تحلم مع زيدان، من الجيد بالنسبه لنا ان نرى بطلنا القومي غير معصوم من الخطا. وهنا انتهت مسيره زيدان كلاعب في كره القدم. زيدان كان حاله استثنائيه من الفقر والجوع واللعب في الشوارع، الاسطوره شعبيه بيتحكى عنها التاريخ وبيتفرجوا على اهدافه لغايه دلوقتي. زيدان كان بالنسبه لفرنسا مش مجرد لاعب، لا ده كان عباره عن رمز واسطوره محدش كان بيكرهه كلاعب ولا شخص، لانه هيفضل ملهم لاجيال واجيال. بس يا سيدي ادي حكايه زيدان من طقطق لسلام عليكم. يلا سلام عليكم، اشوفكم مع حكايه جديده بالحق. بيقولوا لنا عايزين تسمعوا من الحكايه الجايه.